يا لالا يا مستمعي الحكاية، هذه حكاية زمان فيها عبرة وغاية. حاجيتكم جيتك على واحد البلاد بعيدة، بلاد الشمس فيها دافية والخضورية كاسية الجبال. وفي هذيك البلاد كانت واحد البنت سبحان ما نصورها، سميتها شامة، ولكن الناس كانوا كيعيطوا ليها جردة مالحة. علاش وكيفاش؟ هادشي اللي غنعرفوه في هاد الحكاية. شامة ما كانتش بنت عادية، كانت عندها نغمة في صوتها كتدوخ الطيور. ولكن في هذيك البلاد كاين واحد الملك ظالم، كان كيبغي يجمع كاع الحاجات الزوينه عنده في القصر، وقرر انه يدي شامة بزاز منها. سمعي يا شامة، انا الملك، القصر ديالي عامر ذهب، وعلاش تعيشي هنايا في الخلا؟ غدا غادي نرسل لك الخدم والفرسان وغادي تولي ملكة في وسط القصور. يا سيد الملك، الذهب كيتصدى والحرية ما كتموت، انا بنية الغابة والواد، والتاج اللي بغيتي تلبسني غادي غير يتقلي على راسي. الملك ما عجبوش الحال وقرر يسجنها في واحد البلاصة عالية وسط الصحراء حتى تقبل الزواج به. وهي مسجونة في ديك البلاصة العالية كانت شامة كتطل من السرجم وهي حزينة وكتشوف في الرملة، حتى بانت ليها واحد الجرادة ذهبية وقفات على الحافة ديال السرجم. يا هاد الجرادة ياللي كطيري فوق السهول، واش عندك شي دول لهمي اللي طوال؟ انا جرادة مالحة، وفين كنتي سارحة؟ انا اللي كنعرف طرقان الريح، وعندي السر اللي يخليك تولي ريشة في السما. جرادة وكتهضر؟ واش هذا منم ولا؟ سمعي يا شامة، الملح اللي في سميتي هو الملح ديال الارض. الملك بغى يسجنك ولكن الارض بغاتك حورة باش تهربي. خاصك تجمعي الملح دعينك وتعجني به التراب ديال هاد البلاصة حتى يولي الباب رطب بحال العجينة. شامة بقات ليلة كاملة وهي كتفكر، ودارت بالنصيحة ديال الجرادة. وفي الفجر فاش الحراس كانوا ناعسين لقات الباب تفتح ليها بقدرة قادرة، ورجعت كتجري وسط الرمل والجرادة كطير قدامها وكتغني. الجرادة مالحة، فين كنتي سارحة؟ وفي بلاد العطش شكون اللي يعطينا الراحة؟ وهي غادية حتى تلاقات مع واحد الصياد قديم كيبان عليه الوقر والملح ديال البحر واكل وجهه. فين غادية يا بنتي في هاد الخلا؟ راه الريح دابا كتقلب والسبع كيدور. انا غادية البلاد اللي ما فيها قيود، انا تبعت الجرادة المالحة. ايوا يا بنتي، الجرادة مالحة ما كتعطي سرها غير اللي قلبه بيض. خودي هاد السرة ديال الملح، هتحتاجيها فاش توصلي عند الغول ديال الغابة. شامة دابا غادا وسط الجبال وسط الغابة المظلمة، والملك وراها هو ورجالو، والغول كيستناها في الطريق. واش الملح اللي عطاها الصياد غادي تنفعها؟ واش الجرادة باقا معاها؟ شامة غادية وكتجري والشوك كيخطف ليها في لباسها، والجرادة الذهبية كطير فوق راسها وبحال الا كتضوي ليها الطريق بداك اللمعان ديالها. وغير واحد شوية بدات الارض كتهز
والجرادة وقفت على واحد الغصن ديال الشجرة وهي كترعد. ردي بالك يا شامة، ريحة الملح جابت لينا اللي ما يتسمى، راه غول والملوحة قراب وهو اللي كيحرس هاد الطريق. يا ربي السلامة، الصياد عطاني الملح وقال لي غتحتاجيها. واش هاد الغول كياكل الناس؟ لا يا شامة، هاد الغول كياكل غير اللي قلبو عامر بالخوف. شدي في نيتك وديري الملح في يديك. وغير واحد شوية وخرج من بين الشجر واحد المخلوق، عينيه كيشعلو بحال الفخر وجلدو قاصح بحال الحجر ديال الواد. وقف قدام شامة وسد عليها الطريق. شكون هاد الجرادة اللي صارحة في غابة ديالي؟ واش جيتي بملحك باش طيبي لي عشايا ولا جيتي بدموعك باش تسقي أرضي؟ أنا شامة والجرادة مالحة هي اللي دلاتني. جيت ندوز بسلام وما عندي لك غير الملح اللي يداوي الجراح. الملح عزيز عليا ولكن بشرط، غادي نعطيك لغز إلا حليتيه ندوزك، وإلا غلطتي غادي تولي حجرة من حجار هاد الغابة. الغول قرب لجهة شامة وبدا كيشم ريحة الملح اللي عندها. سمعي يا بنت الناس، شنو هي الحاجة اللي بنينة وما كتكال وبلا بها الماكلة ما تسوى، وإلا كترتي كتقتل وإلا غابت كتخسر؟ شافت شامة في الجرادة والجرادة غمزاتها. هاد اللغز ساهل يا سيد الغول، هي اللي مسمية عليها رفيقتي وهي الملحة، هي اللي كتحلي الطعام وهي اللي كتصبر اللحم وهي اللي كتعمي العين إلا كترات وهي اللي نيتنا بها ديما عامرة. الغول بقات عينيه كدور ما مولفش لي يجاوب بهاد السرعة، وهي شامة كتحاور مع الغول حتى سمعوا الصوت ديال الحوافير ديال الخيل. الملك ورجالو قربوا يوصلوا للغابة. يا شامة، الملك قرب والغول دابا ولا من جهتك، حيت حليتي اللغز خاصنا نلقاو طريقة باش ندوخو رجال الملك. ضحك الغول واحد ضحكة قوية وهي يقول: بما أنك حليتي اللغز أنا غادي نعاونك، أعطوني الملحة اللي معاكم. شامة خدت الملحة اللي عطاها الصياد والغول رشو في السما وهو ينفخ عليها، وغير واحد شوية الغابة كاملة ولات فيها ضبابة بيضة وريحتها وطعمها بحال الملح ديال البحر. والرجال ديال الملك فاش دخلوا للغابة عينيهم بداو كيحرقوهم وما بقاو كيشوفوا والو. الملك كيغوت: اشنو هاد العجب، عينيا كتحرقني وشامة فين مشات؟ يا سيد الملك، هادي ماشي عجاجة عادية، هادي ريحة الملح والخيل ما بغاتش تزيد والظلام عمانا. شامة والجرادة والغول هربوا من الجهة الأخرى ديال الواد، ولكن الطريق مازال طويلة. الملك ما بغاش يستسلم وقرر يستعمل السحر باش يطفي الضبابة ديال الملحة. شامة والجرادة والغول بعدوا على الغابة بزاف حتى وصلوا لواحد الواد كبير والماء ديالو مالح بحال الماء د البحر وما كيقدر يشرب منه حتى واحد. الغول وقف عند الواد وقال ليها:
أنا حدي هنا يا شامة، هاد الواد سميتو واد الدموع، والجرادة مالحة هي الوحيدة اللي كتعرف كيفاش تقطعو. ردي بالك حيت الملك ما غاديش يسكت، وغادي يرسل وراك الغراب الأسود ديال السحر. شامة بقات كتشوف في الواد، والجرادة الذهبية واقفة على كتفها. يا الجرادة، الغول قال لي بلي نتيا اللي غدوزيني، وقال لي بلي هاد الواد مالح. علاش كلشي في هاد الطريق مالحة؟ حتى سميتك الجرادة مالحة. سمعي يا شامة وحلي ودنيك مزيان، أنا ماشي غير جرادة سارحة، أنا كنت مرا من عائلتك شحال هادي من زمان، والملك الظالم اللي تابعك دابا هو حفيد الملك اللي سحرني حيت رفضت نعطيه سر خزين الأرض. مسخني جرادة وقال لي عمرك تولي إنسية حتى تلقاي البنت اللي عندها النية الصافية والاسم اللي كيوزن الذهب. شامة تصدمات، يعني انتي من عائلتي وانا هي هذيك البنت؟ اييه، والملح اللي كتشوفيه هو رمز الصبر والدوام. دابا باش نقطعو هاد الواد خاصك تغني نغمة ديال الجرادة مالحة اللي كانت الجدات كيغنيوها لينا باش الماء يتفتح لينا. شامة بدات كتغني بصوتها الرخيم وكلمات التراث العريق، وكلمة موزونة وثقيلة وكتخرج من القلب. يا الجرادة مالحة، لين كنتي سارحة سارحة في جنان الخير والنية ديما رابحة. يا واد الملح صفا ويا ريح الغدر كفا. غير بدات شامة كتغني والما ديال الواد بدا كيتقسم بحال المعجزة، وظهرت الطريق وسط الواد مفرشة بالرمل الأبيض، وهما في نص الطريق السما ظلامت على غفلة، وظهر واحد الغراب كبير عينيه زرقين وكينفت النار من منقارو. هاد الغراب هو سحر الملك اللي صيفطوه باش يحرق الجرادة ويخطف شامة. قرب وقتك يا جرادة، الملك بغى شامة حية وانتي باغي يحرقك ويشتت رمادك في الريح. يا شامة خوي، الملحة اللي بقى عندك في السرة ورميها في وجه الغراب. الملحة هو العدو السحر. شامة هزت الملحة اللي بقى عليها من عند الصياد ورمته بقوة في السما وهي كتقول ملح في عينك والنية تغلب عليك. غير قاس الملح الريج الغراب بدا كيتحرق ويغوت وطاح في الواد الملح وتلاشى بحال الدخان. شامة والجرادة قطعوا الواد ووصلوا لواحد جنان خضر كيشرح الصدر، ولكن غير واحد شوية وهي أن الجرادة الذهبية بدات كتبدل واللمعان ديالها وبدا كيجهر العين. واش هذه هي اللحظة اللي غادي يرجع فيها السر الأصل؟ وشنو غيدير الملك باش يعرف بلي السحر ديالو تهرس؟ غير قطعوا الواد المالح ووصلوا للجنان الخضر، والجرادة الذهبية بدات كتكبر وتكبر، والريش الذهبي ديالها بدا كيتحول لثوب من الحرير الغالي. وفرمشت عين الجرادة ما بقاتش جرادة، ولات لاله رحمة، مرا وقورة وجميلة كيبان في عينيها الذكاء والحكمة. شامة مبهورة من داكشي اللي شافت. لاله رحمة، واش هذا حلم ولا حقيقة؟
لاله رحمة كتضحك واحد الضحكة حنينة. حقيقة يا بنيتي، النية ديالك وصبرك هما اللي هرسو السحر، والملح اللي كنت كنهز سميتي كان هو اللي صبرني على هاد السنين كاملة. دابا السحر رجع على الساحر، والملك الظالم غارق في ملوحية أفعاله. وفي هذيك اللحظة نرجعو للقصر لعند الملك الظالم. الملك فاش شاف الغراب ديالو طاح والضبابة ديال الملحة خنقات رجالو، ولا في واحد الحالة غريبة. بدات كاع كنوزو والذهب اللي عنده كتحول كلها للملح. القصر ديالو اللي كان كيتفاخر به بدا كيدوب بحال الملحة وسط الشتا. والملك كيغوت، اشنو هادشي؟ الذهب ديالي ولا ملح، والماكلة ديالي ولات ملح، حتى التاج ديالي كيدوب. وواحد من رجالو هو هارب، يا سيد الملك هادي دعوة المظلوم والجرادة مالحة اللي بغا يملك كلشي بالظلم، كيخسر حتى الملحة اللي كتبنن ليه حياته. الملك لقى راسو بوحدو وسط قصر من الملحة، لا جاه ولا مال، وعاش اللي بقى ليه من عمره كيدوق غير المرارة والملوحة. شامة ولا رحمة رجعوا لقبيلتهم. الناس فاش شافوهم خرجوا بالبندير والتعريجة وفرحوا بهم فرحة كبيرة. شامة ما بقاتش خايفة، ولا الله رحمة وزعت خزينة الأرض على الفقراء والمحتاجين. شامة وهي كتشوف في الناس، يا لاله رحمة دابا عرفت علاش سميتك جرادة مالحة، حيت الملح هو اللي كيدوم وهو اللي كيعطي المذاق للحياة واخا يكون قليل. اياها بنيتي، وكيقولوا ناس زمان الملح والنية والكلمة النقية يوصلوك لبر الأمان ولو تكون الدنيا مقلوبة عليا. وهكذا يا صديقي كيران سالت حكايتنا اللي كانت سارحة مع لاله شامة وجرادة مالحة، ومشات حكايتي مع الواد وبقيت أنا مع الجواد. تعلموا باللي النية هي الساس، وباللي الملح والصفا هما اللي كيبقاو عند الناس. وخريفتي حكيتها لكم، والخير والبركة نخليها لكم.